يعني بالظبط كده. دفتر الهدايا اللي مع هدى عبد الله بيعتبر دفتر شيكات بتمضي عليه على اساس ان الشركه تورد للاهرام الحاجات بالقيمه اللي موجوده. ماشي. والحاجات دي ما بتخشش مقابلها، ما بندفعش مقابلها فلوس، لكن بنخصمها تحت بند هدايا للعملاء. هنبدأ بأول حاجة اللي هو شركة جهينة، عشان أوري للسادة أو السادة المشاهدين معانا يشوفوا أو على الطبيعة كيف يتم الاستيلاء على المال العام. تفضل يا أستاذ خالد، هذه المستندات معنا ويحسب لنا جهينة راعي برنامجنا، ولكن أمام الحقيقة لا توجد أي مصلحة من أي نوع، لأن احنا لا نريد إلا الحقيقة. يعني اعتقد ما فيش برنامج في الدنيا بيدخل الراعي بتاعه بجمله مفيده بحاجه، يعني ما لنا الله بعد كده. اتفضلي. الاولاني، الخطاب الاولاني معانا على الشاشه على فكره، انا بس اطلعه من هنا. اتفضل. الخطاب الاولاني ده خطاب رقم 34101. ده صادر لشركه جهينة ومتحرر في 27/6/2004. بيقولوا لشركة جهينة: يا شركة جهينة ادي إدارة الإعلانات، هنلاقي اهو نرجو تسليم السادة من أسرة الأهرام اللي هو إدارة الإعلانات، واحد اسمه السيد خالد حسن، ادوا له بضاعة مقابل 135,000 جنيه. واللي ماضية تحت هنا هدى عبد الله وختم مؤسسة الأهرام. المفروض ان شركة جهينة ما عندهاش غير يا ألبان يا زبادي، فكون إدارة الإعلانات تجيب ألبان وزبادي وتتأيد على أساس إنها هدايا، كلام لا يعقل. وبعد كده في جواب تاني، لو حضرتك نجيب الجواب التاني. 140,000 ده ب 140,000، نفس القصة ونفس الشخص خالد حسن. هنقول بس ملاحظة كده سريعة، إن دايما الخطابات اللي بتطلع بتاعة البضاعة لازم يبقى الاسم ثلاثي. مين خالد حسن ده؟ ما حدش يعرفه. ما حدش يعرفه. ومين أبناء شقيق الشقال كابتن حسن؟ نعم يا فندم. ومين أبناء شقيقه؟ لا دي لسه احنا هنكمل. انا لسه انا بقول القصه ان دي بضاعه المفروض انها جايه مقابل اعلانات. المندوب بتاع الشركه دي في الاهرام حسن حمدي ادى هذه الشركه في المحفظه بتاعه مصطفى حمدي ابن شقيقه. يعني مصطفى حمدي هو المسؤول عن جلب هذه الاعلانات، يعني هو اللي بيجيب الاعلانات من شركه جهينة عشان تتنشر في المحفظه، في قلب المحفظه.